الميكروويف مش للتسخين بس، ده للتسوية كمان. هنسوي البطاطا بكل سهولة وفي دقايق معدودة، مش هنوسخ الدنيا ومش هنبهدل الفرن، والعسل اللي في البطاطا مش هيطلع بره ولا يتحرق ولا اي حاجة. هنجيب البطاطا بتاعتنا ونغسلها كويس جدا، وبعد كده هننشفها وهنحطها على طبق ينفع يدخل الميكروويف، وهنظبط الوقت على 7 دقايق، ونقلب البطاطا في نص الوقت على الوش التاني. ولو لقينا البطاطا ما استوتش معانا هنزود دقيقتين او 3، يعني احنا ندوس على البطاطا لو لقيناها استوت وخلاص تمام، احنا هنعرف من ملمس البطاطا نفسها، يبقى كده نطلعها على طول. شايفين البخار ده كله؟ هي كده استوت خلاص. هي قعدت معايا حوالي 8 دقايق او 9 دقايق بالظبط. ندوس عليها زي ما انا دوست كده، شايفين هي باينه اللي هي مستويه وطريه. هنفتح بالسكينه. احنا دلوقتي بقى ممكن نزود اي اضافه احنا عايزينها تحلي البطاطا معانا. هي البطاطا حلوه ومسكره، بس انا زودت شويه عسل وشويه كراميل. وممكن نزود بولة ايس كريم، يعني ننوع كل مرة اضافة شكل عشان تدينا طعم مختلف ونستمتع باحلى بطاطا. شايفين القشرة بتتشال ازاي بكل سهولة، ومفيش اي عسل طالع بره. عسل البطاطا نفسه مش محروق، محتفظة بكل عسلها وسكرها جواها، وزودنا شوية عسل كمان عشان يحليها اكتر. احلى بطاطا وتاكلوها بالمعلقة في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. شايفين الجمال؟ شكلها لوحده يدفي. وكده عملنا البطاطا بكل سهولة في الميكرويف من غير اي بهدلة ومن غير اي وقت طويل، الوقت قليل جدا. قوموا دلوقتي جربوا البطاطا في الميكرويف. عايزة اقول لكم ان الكراميل اداها طعم حلو جدا. العسل مديها طعم مسكر، الكراميل مديها طعم حاجة حلوة مختلفة. قوموا دلوقتي جربوها وقولوا لي رأيكم.